صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا. طبعا زي ما وعدناكم ان احنا هنعمل سلاكه عصافير وهنبدا معاكم من الصفر. جبنا العصافير يا باشا اهو زي ما انتم شايفين، جبنا الجوزين دول تمام، وجبنا السبيته بتاعتهم وجبنا الافراد بتاعتهم كلها. طبعا دول اللي كانوا عندنا الاول، وش الخير علينا اهي. طبعا كلنا الناس اللي متابعاني الفقره الصفراء ديت لما دخلت بالصدفه عندي هنا وبدانا نعملوا مشروع العصافير عشان خاطر الناس اللي حابه تربي عصافير والناس اللي حابه تفهم عصافير. تابع معايا ان شاء الله هتعرف كل جديد. دلوقتي احنا عندنا 3 جواز، هنبدا زي ما انتم شايفين هنا، هتلاقيهم هنا كده هنرصوا هنا اهو تمام، وهنبدا نجيب عصافير كوكتيل وهنجيب فيشر وهنجيب زبره، يعني هنظبط لكم الدنيا بمعنى اصح. تابع معايا هتعرف كل جديد، هوريك بنركب السبيته ازاي عشان نقدر نتعامل مع العصافير. يلا بينا مع بعض. هنركب اول سبت مع بعضينا اللي هم وش الخير، انا مسميه وش الخير. وطبعا ان شاء الله زي ما عملنا مع الحمام الزغاليل اللي بتطلع بنوزعها هدايا على اخواتنا وحبايبنا، ان شاء الله برضو الفروخ اللي هتطلع من العصافير ديت هتبقى هدايا على اخواتنا وحبايبنا. هنجيب فيشر وهنجيب العصافير اللي انتوا كلها محتاجينها عشان نتكلم عنها. طبعا حضرنا العده اهو زي ما انتم شايفين. هنبدا ان احنا نشتغل. اول جزء هنجيبوه اللي هم وش الخير علينا. يلا بينا اهو زي ما انتم شايفين علقناهم، بس طبعا احنا جايبين بياضات نظيفه، نشيل بقى البياضه دي خالص تمام كده، ونبدا ان احنا نظبط الدنيا عندهم تمام كده. ده كده اول جزء. طبعا لازم ندي مساحه لحجم البياضه بين الجوز والجوز زي ما انتم شايفين كده اهو. دي البياضه اهي مثلا هتاخد معانا لحد هنا، يبقى الجزء الثاني هيتعلق معانا هنا زي ما انتم شايفين كده. نجيب الهنجي نبدا ان احنا نعلقه. تمام يا جدعان، نجيب السمك اللي بعد منه اللي هو دوت اهو، هنعلقه اهو زي ما انتم شايفين كده. ناخد مساحه السمك برضو اللي بعد منه عشان نعلقه اهو كده. مثلا ده هيبقى هنا كده، يبقى ان شاء الله يبقى السمك هيتعلق هنا زي ما انتم شايفين كده رجاله، واحده واحده وخطوه خطوه. اي حاجه عندنا جديده في السلاكه بتاعت العصافير او الحمام هنطلع نتكلم عنها عشان خاطر نفيد الناس بمعلومات كويسه ويربوا معانا عصافير. يلا بينا. نجيب اللي بعد منه ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا اهو زي ما انتم شايفين هنعلق السمك اللي بعد منه تمام يا رجاله. نبدا بقى نفصل كل جزء لوحديهم عشان نشوف هنشتغل معاهم ازاي. طبعا البيض هنا زي ما احنا ما اتكلمنا ووريتك ازاي احنا حفظنا البيض هنا في الفيديو اللي فات تمام يا رجاله. هنبدا نطلع كل جزء لوحديهم زي ما احنا شايفين كده اهو. ده كده لوحده تمام، ودوت معاه الذكر بتاعها زي ما انتم شايفين اهو تمام. هنحطه برده هنا، يبقى كده عندنا 3 جواز. هنبدا نقفل بقى البياضات بتاعتهم، وفي معلومات مهمه برده في تقفيل البياضات لازم انك تعرفها. تابع معايا. طبعا زي ما انتم شايفين يا شباب الحركه اللي هنعملها دلوقتي دي مهمه جدا جدا. هي ايه؟ ان البياضه ديت هنشيلها كده تمام، وهنبدا ان احنا نفتح الباب دوت وهنجيبه سلك دش
سلك رباط اي حاجه، بحيث ان احنا نمسك الباب دوت عشان خاطر ما يتقفلش لوحده على النتايه والذكر، وانت ما تكونش موجود في المكان بتاعهم ولا قدر الله يموتوا او يحصل لهم اي حاجه. يبقى انت كده بتزود امان عندهم. تمام يا باشا؟ مش هتخسر حاجه اهو زي ما انت شايف. حطينا حته سلك رباط اهو. تمام كده مسكنا الباب بحيث ان هو ما ينزلش لوحده زي ما انتم شايفين اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو، حته سلك دش او سلك رباط. فتحنا الباب ده كده علشان خاطر نقدر نحط البياضه اللي هي ديت هنا اهو، بحيث ان هو يقدر يخش جوه وتقدر انها تجهز عيش وتقدر ان هي تشتغل. اتفقنا؟ طبعا حاجه بسيطه اهي، بس معلومه. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله دوت في ناس كتير جدا عارفاه، بس احنا دلوقتي بنكلم المبتدئ اللي هو حابب يربي عصافير، اللي هو جاب العصافير وحب شكلها وعايز يربيها. طبعا انا لاحظت حاجه وانا بركب البياضه هنا. تمام؟ بص الثبت بيعمل ازاي؟ الثبت بيروح يمين وبيروح شمال. طبعا ده غلط على البيت، ده غلط على البيت. تابع معايا دلوقتي هوريك هنعمل ايه. هتبقى برده حاجه كويسه وهتمسك معانا الثبت. طبعا الذكر عايز يخش زي ما انتم شايفين اهو، عايز يخش البياضه. تابع معايا وهقول لك هنعمل ايه. بص يا كبير، شايفين المسمار اللي راكب فوق دوت؟ المسمار راكب فوق اهو. هنشيل الثبت ده خالص اهو. تمام؟ وهننزل على نفس الخط دوت كده هنا مثلا. تمام؟ كده في نص الثبت، يعني ده يعتبر نص الثبت نفسه. هنعمل خرم زي ما انتم شايفين اهو. هنبدا بقى نعلقه. تمام؟ كده يعتبر الثبت يتحكم معانا، ولا هيروح يمين ولا شمال. كده الثبت يعتبر مسك في الحيطه. تمام يا رجاله؟ زي ما انتم شايفين اهو، حاجات بسيطه وحاجات صغيره بتغنيك عن حاجات كتير جدا. يعني انت ممكن الرجه بتاعت الثبت دي تروق معاك البيت وتبوظ الدنيا. دلوقتي انا هبدا اعلق كله وانتظر راجع لك بمعلومه مفيده جدا جدا. طبعا زي ما انتم شايفين رصينا الدنيا اهو، ظبطنا الكلام. الثبت بقى ماسك نفسه بحيث ان هو ما يتهزش يمين ويتهز شمال. طيب في معلومه بقى مهمه ركز فيها. البغبغان دوت مش شبه فرد الحمام، بيجيب بيض اكتر من الحمام، فبالتالي ساعات في ذكوره مش بتخصب. طيب هتعمل ايه عشان الذكر يخصب؟ هتعمل ايه عشان الذكر يجيب لك البيض فيه عروق دم او فيه تخصيب؟ بص يا كبير، حاجه بسيطه اهي ودي هنبدا بيها ان شاء الله. في معلومات كتير جدا جميله وحلوه لاخواتنا وحبايبنا. بص يا كبير، دي بتاعت الميه، طبعا كلنا عارفينها. طيب احنا دلوقتي هنزود حاجه في الميه اللي هي الهاء سيلينيوم اهي. زي ما انت شايف الهاء سيلينيوم ده هنحط منه 3 نقط زي ما انتم شايفين كده على الميه. طيب الهاء سيلينيوم ده لازمته ايه؟ اللي هيعمل ايه مع العصفور؟ بص يا كبير، الهاء سيلينيوم دوت منشط ذكور ممتاز جدا جدا جدا. لو عندك ذكر بيروق، يعني ايه بيروق؟ يعني بيجيب بيض مش معمر ما فيهوش تخصيب، اديله السيلينيوم ده في الميه ممتاز جدا وبيرفع مناعه. يبقى انت كده هتستفاد منه بحاجتين. هتستفاد انك انت هترفع المناعه بتاعته، هتستفاد ان انت اي بيت هيجي مخصب. طبعا احنا بنعمل اللي علينا والكرم من عند ربنا، بس ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فالحاجات دي اساسيه، الحاجات دي بنعملها. تمام؟ ده كده بالنسبه للميه والسيلينيوم. طيب بالنسبه للنتايه، عشان تحضر بيت لصونها بنحط لها زي ما انتم شايفين كده ايه اللي هو عظم الصبيط دوت. يبقى احنا حطينا هنا عظم الصبيط عشان خاطر النتايه. طبعا هنحطه لدول نفس الكلام وهنحطه لدول، بس انا بشرح لك على واحد بس علشان خاطر ما تتوهش مني وعشان خاطر ما تزهقش من الفيديو. طبعا كده بنبدا تربيه العصافير من الالف للياء زي ما انت شايف اهو كده، واحده واحده مع بعضينا. طيب الجوز دول لما احنا رحنا جبناهم من عند صاحبهم كان معاهم بيض. طبعا وريتك ازاي خزنا البيض بتاعهم علشان خاطر ما يبص مننا، وبرده بنعمل اللي علينا والكرم من عند ربنا. بص يا كبير كده تابع معايا. ما انت شايف حطينا البيض في بتاعه الميه وحطينا عليه بلكم وفلارس زي ما احنا شايفين كده اهو، علشان خاطر ما يبداش ان هو يتكسر او يحصل له اي حاجه. والحمد لله رب العالمين جينا والبيض جاي معانا سليم زي ما انتم شايفين اهو. زي ما انتم شايفين البيض الحمد لله رب العالمين كانوا 3 بيضات هم 1 2 3 زي ما انتم شايفين اهو. هنبدا ان احنا نحطهم للنتايه وان شاء الله
احنا مسكنا النتايه وعرفنا اللي هي لسه عليها بيض تاني، ان شاء الله هتخش ترمي البيض جوه وبامر الله تقعد على كله مره واحده، وربنا يكرمنا من وراهم بزغاليل كويسه او بفرخ كويس، هيبقى الاحلى اخوات في الدنيا واحلى حبايب. طبعا زي ما انتم شايفين اهو في فتحه هنا من فوق، هنبدا ان احنا نسقط البيض عادي زي ما انتم شايفين اهو كده واحده، تمام، كده الثانيه. طبعا هو كرم من عند ربنا بقى، دخل وقعدوا، احنا بس ما علينا ان احنا عملنا اللي علينا، يعني احنا عملنا اللي علينا والباقي كله على ربنا سبحانه الله وتعالى زي ما انتم شايفين. وهنقفل كده اهو وكده ايه يبقى قشطه. هنبدا نحط لهم ميه ونحط لهم سيلينيوم ونسيبهم يتعاملوا مع بعض كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بالنسبه للوقافه دي يا رجاله هنحطها ناحيه الباب كده عشان تكون ماسكه الباب، عشان في عصافير شقيه ساعات بيضربوا الباب عشان يفتحوه، يبقى احنا كده حكمنا الباب اللي هو ما يتفتحش، وهنا حكمنا الباب بالسلك عشان هو ما يتقفلش، وحطينا لهم الميه وظبطنا الدنيا. طبعا معلومات بسيطه ومعلومات صغيره بس هتفيد اي حد مبتدئ في العصافير. استنوا ان شاء الله معايا في كل جديد في المزرعه بتاعتنا، لسه ان شاء الله هنجيبه كتير ونجيبه فيشر، لسه المكان عندنا كبير بس واحده واحده هنجهز الدنيا، وان شاء الله استنونا في كل فيديو جديد. واحلى مسا على كل اخواتي وكل حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله.